هجرب النهارده اصناف جديده من مطعم كنت مجربه قبل كده ومشهور بعمايل الحواوشي الجامد. بس قبل ما نبدا هنصلي على النبي كلنا ونعمل لايك للفيديو وشير علشان اقدر استمر على خير. حواوشي عم احمد واللي موجود في طوخ اول سور محلات الساحه. صورت تجربتي الاولى هنا من فتره كبيره وكان عاجبني الحواوشي جدا. هتلاقوا الفيديو على الصفحه عندي. بس النهارده جيت علشان اعمل ابديت واشوف ايه الجديد. مبدئيا المطعم حصل له تجديدات من فتره قريبه وغيروا شكل الديكور بتاعه. والاول كانوا بيسووا الحواوشي في الفرن لكن دلوقتي بقى على الجريل علشان التسويه تبقى على الظاهر قدامهم ويضمنوا تسويه مظبوطه. كمان اضافوا للمنيو اصناف جديده وده اللي انا جاي علشانه. هنشوف مع بعض دلوقتي الاصناف دي واقول لكم رايي الشخصي فيها. هبدا واسخن كده باصناف المقبلات. اول حاجه من الاصناف الجديده كانت التصبيره، ودي عباره عن 4 قطع تشيكن بوب كورن كبار مع البطاطس المقليه والتوست السوري المقلي، وبيكون معاهم صوص الشيدر في علبه خارجيه علشان تحط الكميه اللي تحبها. بس علشان انا بحب الجبنه فغرقت التصبيره بكميه الصوص كلها، واللي بالمناسبه كانت كبيره. وبسم الله هنسمي وندوق علشان الكلام يروق. شوكه واغز التشيكن بوب كورن كده واجيبها في الجون، والشوكه التانيه كانت بالبطاطس ونلحقها بشوكه توست. التصبيره ممكن تمشي كنوع من المقبلات مع الاكل لو انتوا عدد مع بعض جنب اصناف الحواوشي، او ممكن تاخدوها كسناكس كده لوحدها تتسلوا بيها وهتشبع برضه. وكانت التصبيره حلوه خالص وبدايه مبشره. تاني علبه واللي كانت بطاطس مقليه متبله ومن شكلها كده عجبتني، وطعمها كان في التصبيره حلو كده كده، وبرضه معاها صوص الشيدر وغرقتها على الاخر. كانت حلوه البطاطس برضه واكلت منها كتير. ونفس الحوار ممكن ناخدها مع الحواوشي او سناكس، بس لوحدها مش هتشبع طبعا عكس التصبيره. ندخل على التقيل بقى ونشوف البوكسات دي بتقول ايه. وميه السلطه بشكلها الجديد في ازازه، وكمان طريقه عمايلها الجديد. ميه السلطه هنا بتتعمل بتتبيله خاصه بيهم وبتفضل يومين في التتبيله علشان طعمها يبقى مركز. وافتح بقى اول بوكس والاقي فيه سندوتشين مراكب ومعاهم 3 علب في الجنب كده، واحده طحينه وواحده طماطم متقطعه صغيره والتانيه زيها، كل واحده المركب فيهم. اول سندوتش مركب كان فراخ شيش والتاني كان كفته. هبدا بالشيش وافتح عليه علبه الطماطم واحمل الطماطم على المركب وافرشها كده في الرغيف وشويه طحينه واودي على طول على علم البحار. والاقي قبطان السفينه بنفسه جه يسلم عليا. عم احمد بتاع الحواوشي اصل كده. خلصان. وارجع تاني لمركب الشيش الحكايه ده واكمل عليه. طعم الشيش كان جامد قوي، تتبيلته عاليه وشويه الطماطم اللي طلع معصور عليها ليمون كده وسنه بهارات كانوا معليين الطعم قوي. وكان مركب الشيش ده حوار. ازحلق الكلام بقى بشويه ميه سلطه رايقه واللي كان طعمها عالي قوي وعجباني. عصاره الليمون مع الطماطم كده والبهارات مديها طعم جامد قوي. وادخل على مركب الكفته ده، رغيف عيش بلدي فيه سيخ كفته كبير وعليه شويه خضره وطحينه. بس هعلب الكلام واحط عليه برضو الطماطم القطع دي ونسقسق لها كده بالطحينه واودي على طول. وكان الطعم بقى في الجون حلو مركب الكفته، بس عجبني الشيش اكتر. ازحلق الكلام واشوف البوكس اللي بعده، رغيف حواوشي اللحمه الساده. وده لما جربته من اول فيديو هو معلم معايا الصراحه، حاجه كده خام بدون اي اضافات علشان نعرف طعم الحواوشي الاصلي. وطعمه لسه زي ما هو حلو ويمكن بقى احلى لما استوى على الجريل ومع الطحينه برضه رايق وكان على وضعه. ادخل على البوكس اللي بعده وكان رغيف حواوشي سليم مش متقطع علشان كان حواوشي الهالبينو، حاجه كده مملحه ومشطشطه شويه لزوم التسخين. وده برضه مجربه من اول مره. وادخل على اللي بعده بقى وده كان حواوشي البسطرمه. جربته من اول مره لكن كان حادق قوي، لكن المره دي عرفت انه بقى مظبوط واحسن من الاول، وشكله كمان متغير للاحسن وباين انه هيعجبني ولا ايه. ولما دقته عجبني فعلا عن المره الاولى وكان طعمه جامد مش حادق زي اول مره، وباين فيه طعم البسطرمه كويس مع اللحمه. زحلقه كمان ونشوف بوكس الجمدان. والبوكس جمدان لانه فيه اجدد ساندوتش حصري ولاول مره عند عم احمد، وهكون سعيد الحظ ان اول زبون هيجرب حواوشي الشماريخ. ومن شكله ومكوناته بيقول انه شماريخ فعلا، وده لان حجمه كبير بالحشو الكتير اللي فيه، اللحمه مع الطرب مع الليه والبسطرمه وحاجه كده طرش خالص. يعني يا مساء الدسامه والدهننه اللي بحبها انا، هو ده اللي هيجيب من الاخر وهيخليني اودي بجد. ولما دقت انبهرت بالطعم والميكس الرايق قوي ده، وكميه الحشو فعلا مخليه رغيف الحواوشي يبوظ وكفيل انه يشبع لوحده مع شويه ميه السلطه. وكان بالنسبه لي احسن رغيف حواوشي جربته النهارده في الاصناف الجديده الشماريخ، واضمه مع حواوشي اللحمه الساده والبسطرمه ويبقى في قائمه احسن انواع جربتها هنا عند عم احمد. هسيب لكم بقى المنيو وصفحه حواوشي عم احمد في تعليقات الفيديو على الفيسبوك. والحمد لله كانت التجربه الجديده بالنسبه لي حلوه. وفي النهايه بقى اللي جرب الحواوشي عند عم احمد سواء الاصناف الجديده او القديمه يقول لنا رايه في تعليقات، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب يقول لنا برضو رايه في تعليقات. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. ومع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.